السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة وبرنامجكم بلاي ميكر. أول حلقة لينا في رمضان كريم يا رب كده عليكم وعلى كل حبايبكم، وربنا إن شاء الله يتقبل مننا الصيام والقيام وصالح الأعمال. على مدار اليومين اللي فاتوا الثلاث والأربع شفنا ماتشات جميلة في دوري أبطال أوروبا. هنغطي إن شاء الله أهم الماتشات دي، وهنتكلم تحديدا عن ماتش باريس سان جيرمان وليفربول، كمان ماتش ريال مدريد وأتليتيكو مدريد. فيلا بينا. هنبدأ بالكلام عن لقاء باريس سان جيرمان وليفربول، اللقاء اللي بيثبت لنا ان مش دايما كرة القدم بتبقى عادلة، لا ساعات بتورينا وشها التاني وتورينا قد ايه هي ممكن تبقى ظالمة. وده اللي حصل النهارده مع باريس سان جيرمان، برغم ان هم تسيدوا اللقاء وكان تقريبا اللقاء وان سايد جيم لصالحهم، الا انهم في النهاية خسروا 1-0 قدام ليفربول بالكرة الوحيدة تقريبا راح بيها ليفربول على مرمى باريس سان جيرمان. باريس النهارده عملوا ماتش من احسن ماتشاتهم في تاريخهم في دوري ابطال اوروبا، وتحديدا في السنوات الاخيره. يعني شفنا النهارده سيطره كبيره، عملوا كل حاجه في الكوره. ولو بصينا على خط هجومهم بالتحديد ديمبلي وباركولا وكفراستخيليا، هنشوف ان هم عملوا ماتش كبير جدا النهارده، ولكن في النهايه ما قدروش ان هم يتوجوا مجهودهم ده ويحرزوا اهداف، وكان حظهم سيء. يعني شفنا الهدف اللي احرزه كفراستخيليا الحكم حسبه تسلل بسنتيمترات فقط، فبالتالي عدم توفيق مع حظ مش كويس ادى ان هم خسروا النهارده اللقاء بنتيجه غير متوقعه تماما. وده اللي قاله لويس انريكي في المؤتمر الصحفي، قال ان احنا النهارده عملنا كل حاجه، سيطرنا على المباراه بالكامل، ولكن هي دي كره القدم، في كره واحده ممكن تعاقبك، وده اللي حصل النهارده وخسرنا اللقاء للاسف. لو بصينا بقى على اداء ليفربول في ماتش النهارده هنلاقي ان ليفربول عمل اسوأ ماتش ليه في دوري ابطال اوروبا السنه دي، بل هو اسوأ ماتش ليه تحت قيادة أرن سلوت من ساعة ما مسك الفريق. ولو دعبسنا كده وسط لعيبة ليفربول على مين كان متألق النهاردة، مش هنلاقي غيره هو أليسون بيكر حارس المرمى، اللي استحق بجدارة جايزة أحسن لاعب في اللقاء، واللي تصدى ل9 هجمات من باريس سان جيرمان، وكان على الأقل منهم 4 أهداف محققة. وهنا يبان لنا أهمية إن يبقى عندك حارس بطل وحارس عملاق بمستوى أليسون بيكر. لو الفرقة بتاعتك ريحت يبقى هو عارف يتصدى ويزود عن مرماه، وهو كان السبب الرئيسي في ان ليفربول طلع بالنتيجة الإيجابية دي النهارده. من المفارقات الغريبة ان فرقة بحجم ليفربول يبقى ال10 لعيبة باستثناء أليسون بيكر، يبقى ال10 لعيبة كلهم خارج مستواهم المعهود. يعني لو بصينا يمكن خط الدفاع هو احسن الوحشين، عشان حتى الفرقة خرجت بكلين شيت النهاردة ما جاش فيها اهداف، انما خط النص وخط الهجوم فما فيش خالص. يعني خط النص برغم ان سوبوزلاي كان متألق في الماتشين 3 اللي فاتوا، ولكن النهاردة كان خارج الخدمة تقريبا مش موجود. اما بقى 2 دبل 6 اللي بيلعبوا سواء ماكاليستر او جرافنبرش فما قدروش خالص ان هم يجاروا خط وسط باريس سان جيرمان، وفقدوا السيطرة على خط الوسط، وكان اللقاء زي ما قلنا وان سايد جيم لصالح باريس سان جيرمان. اما بقى عن خط الهجوم فحدث ولا حرج. يعني جوتا اللي هو الاسترايكر بتاعهم محذوف كده يا عيني، معزول لوحده، مفيش اي امدادات توصل له. والناحيه الشمال بقى دياز كان خارج الخدمه خالص. حتى محمد صلاح اللي كان بيبقى المنقذ لليفربول لما الدنيا بتضلم معاهم، بيظهر هو محمد صلاح بقى وباسيستاته واهدافه بينقذ الموقف. النهارده محمد صلاح كان خارج الخدمه تماما، يعني ولا تسديده ولا مراوغه ولا اسيست ولا عمل اي حاجه. حتى يمكن كان في كرة كده في اخر اللقاء في هجمه مرتده لليفربول، كان رايح هو ونونيز بعد ما نزل على مدافع واحد من باريس سان جيرمان. شفنا محمد صلاح لو بمستواه المعهود هيروح ويكسب ارض ويدوس على الكوره، وبعد كده يشوف بقى اذا كان هيسدد ولا هيباصي لنونيز، ولكن محمد صلاح حب يعملها اسيست من منتصف الملعب. كانت النتيجه ان هو بصاها لمدافع باريس سان جيرمان وضيع الهجمه على ليفربول.
والحقيقه اللي انا مستغرب له اكتر من مستوى لعيبه ليفربول النهارده هو مستوى مدربهم ارن سلوت في لقاء النهارده، اللي اول مره اشوفه خايف من فرقه في اوروبا بالشكل ده. يعني النهارده شفنا ان هو دايما مرجع لعيبه ليفربول 10 ورا الكوره، ومش قادر ان هو يخرجهم من الضغط اللي بيضغطوا عليهم لعيبه باريس سان جيرمان، سواء بقى بالتعديلات التكتيكيه وتعديلات مراكز اللعيبه داخل الملعب او حتى بالتغييرات من خارج الملعب. يعني شفنا النهارده ارن سلوت قليل الحيله، مش عارف يتصرف ولا عارف ان هو يحسن من اداء ليفربول ويرجعهم للقاء. هتقول لي طب ما هو في النهايه التغيير اللي عمله بخروج صلاح ونزول اليوت هو اللي كسبهم، واليوت احرز الهدف. هقول لك هو نفسه هتلاقيه ما كانش متوقع ان اليوت هينزل يعمل حاجه، هو بس كان بيجدد دم. صلاح خلاص في الدقيقه حاجه و80 وخلاص هو مستواه مش جايب النهارده، قال لك خلاص اجدد دم كده ونزل لاعب شاب يجري له شويه ويعمل شويه قلق في دفاع باريس سان جيرمان، وراهنك ان هو نفسه عمره ما توقع ان اليوت هينزل يجيب هدف. ولكن لحسن حظه ولحسن حظ اليوت ان هو من اول لمسه ليه في الدقيقه 86 باسيست من نونيز بيحط الكوره في البعيده ويتقمص دور صلاح ويحطها كده ار2 في البعيده في مرمى دوناروما ويسجل الهدف الاول لليفربول وهدف الصعقه اللي نزل على باريس سان جيرمان وكسب ليفربول اللقاء النهارده. ويمكن بالرغم ان باريس سان جيرمان خسر اللقاء في النهايه، ولكن ما نقدرش نقول ان كان في تهاون او تقصير من لعيبته. يمكن انا من سنين ما شفتش لعيبه باريس سان جيرمان بالاصرار وبالحماس وبالقتاليه دي، بيحاولوا على كل كوره تاكلينج في كل حته حتى الاوتات مش عايزينها تطلع، وشفناهم قد ايه كانوا حريصين على الفوز النهارده. حتى كل الكرات التانية كانت بتروح دايما للعيبه باريس سان جيرمان، ولكن في النهايه هم دفعوا ثمن عدم استغلالهم للفرص. ودايما الكره بتقول لك اللي بيضيع يقبل، يعني انت جات لك فرص وضيعتها ما تستغربش بقى لما الخصم بتاعك يقلب عليك الترابيزه ويكسبك باقل الفرص. وده بالظبط اللي عمله ليفربول النهارده، اللي برغم ان هو كسب ولكن بنقول بالفم مليان ان هو كان لا يستحق المكسب. ويمكن لو بصينا مع بعض على احصائيات اللقاء هيبان لنا ان ليفربول كان مستحقش المكسب، والمكسب كان المفروض الطبيعي ان هو يروح لباريس سان جيرمان. يعني لو بصينا على الاستحواذ هنلاقي باريس سان جيرمان مستحوذ على اللقاء بنسبة 71% قدام 29% فقط لليفربول. تخيل باريس سان جيرمان مسيطر على اللقاء 71% قدام فرقة كبيرة زي ليفربول متفوقة او متصدرة في الدوري الانجليزي الممتاز، وكانت متصدرة الترتيب في دوري ابطال اوروبا. فماتش كبير جدا عمله النهارده باريس سان جيرمان. كمان على مستوى التسديدات هنلاقي ان باريس سان جيرمان مسدد 27 تسديده قدام تسديدتين بس لليفربول. كمان الضربات الركنيه 14 ضربه ركنيه لباريس سان جيرمان قدام برضو ضربتين بس لليفربول. وعلى مستوى بقى تصديات حراس المرمى هنلاقي زي ما قلنا ان اليسون بيكر تصدى ل9 كرات وكان منهم كرات خطيرة جدا. انما الناحية التانية بقى لو بصينا على دوناروما هنلاقيه 0 تصديات، ما جاتلوش ولا كرة تصدى ليها من لعيبة ليفربول. يمكن الكرة الوحيدة اللي راحت لليفربول احرزها اليوت وما قدرش يتصدى لها دوناروما. فكل الاحصائيات دي بتقول لك ان باريس سان جيرمان كان متفوق النهارده، وده ما يقولش ان هم خسروا الجولة خلاص، لا، في ماتش الاسبوع الجاي وباريس سان جيرمان دايما خطر. ويمكن لو ما قدرش يكسب على ملعبه فممكن جدا ان هو يكسب على الانفيلد ويطلع ليفربول لو استمر ليفربول بنفس الاداء السيء اللي شفناه النهارده. ولكن لو ليفربول بقى استعاد مستواه اللي دايما بنشوفه في الدوري الانجليزي ممتاز كنا بنشوفه في المرحلة الأولى من دوري أبطال أوروبا، فلا محالة هيكسب في أنفيلد. هنشوف الأسبوع الجاي إيه اللي هيحصل، وجولة إن شاء الله تبقى مثيرة ونستمتع بيها مع بعض. نروح لتاني لقاء هنتكلم عليه، هو اللقاء ريال مدريد واتليتيكو مدريد اللي اتلعب على معقل ريال مدريد سانتياغو برنابيو. والحقيقه ريال مدريد في الماتش ده قدر يحط حد لسلسله التعادلات الاخيره اللي كانت بين الفريقين وكانت على مستوى الدوري الاسباني. فلان اخر الاربع لقاءات بينهم على مدار الموسمين الماضيين انتهوا كلهم بالتعادل. ماتش منهم انتهى بنتيجه 2-2 والثلاث ماتشات الاخرى انتهوا بنفس النتيجه 1-1. ولكن لما يكون الماتش بقى
في بطولة ريال مدريد المفضلة دوري ابطال اوروبا، بنشوف بقى فرقة تانية من ريال مدريد، وبنشوف بقى قد ايه الفرقة بتتحول. قدروا النهاردة ان هم يتفوقوا على اتلتيكو مدريد ويكسبوا في النهاية 2-1، برغم ان هم سيطروا وبغتوا اتلتيكو مدريد في اول تلت ساعة بضغط هجومي شرس من ريال مدريد، وكان ممكن يحرزوا اكتر من هدف، ولكن هم في النهاية اكتفوا بهدف واحد اللي جه في الدقيقة 4 عن طريق رودريجو بعد اسيست رائع من فالفيردي لما عملها من ورا الباك الشمال جالان لاعب اتلتيكو مدريد. قدر يستغلها بقى رودريجو وياخد الكرة يكسر بيها لجوه ويراوغ ويسدد في الزاوية البعيدة. هدف جميل بالنسبة لرودريجو اللي مباراة بعد مباراة بيثبت انه واحد من اهم العناصر الهجومية في تشكيلة ريال مدريد، بعد ما الكل شكك فيه في بداية الموسم بعد قدوم من مبابي وطبعا وجود فينيسيوس جونيور، وقالوا ان هو ممكن يتحرك بقى، واتكلموا عن مفاوضات من فرق اوروبية زي ليفربول وزي فرقة تانية. ولكن رودريجو لاعب قوي جدا، لاعب واثق في نفسه جدا، حط رجله في الملعب وقدر يثبت للجميع انه واحد من اهم الاوراق الهجوميه لريال مدريد. طب هل ريال مدريد بقى قدر يدوس ويقتل اللقاء ويحرز اهداف تانية؟ لا، ما قدرش يعمل كده، بالعكس اتلتيكو مدريد قدر يرجع للقاء من تاني وسيطر على النصف التاني من الشوط الاول وشكل هجمات خطيره على مرمى ريال مدريد. وفي النهايه قدر جوليان الفاريز في الدقيقه 32 انه يحرز هدف التعادل لاتلتيكو مدريد بعد ما استلم الكرة من ناحية الشمال وراوغ كده في منطقة الجزاء وكسر كده ووسع لنفسه زاوية، وبرغم ان وضعه التشريحي كان لا يسمح له بالتسديد، فتحس ان لعيبة ريال مدريد كده ما توقعتش منه ان هو يشوط، ولكن اللاعب زي ما قلنا خد الكرة على لعبها كده وحطها في البعيدة. هدف ار2 رائع، سكنت شباك كورتوا، ولا كورتوا ولا 10 زي كورتوا يقدروا يعملوا لها حاجة، وفي النهاية احرز هدف التعادل لاتلتيكو مدريد. يمكن غياب بيلينجهام عن لقاء النهارده كان حاجه مقلقه بالنسبه لجماهير ريال مدريد، ولكن زي ما بيقولوا رب ضاره نافعه، يعني غياب بيلينجهام ونزول النهارده ابراهيم دياز مكانه، شفنا بقى التاثير الايجابي اللي عمله ابراهيم دياز النهارده في اللقاء والخطوره الكبيره اللي شكلها على مرمى اتلتيكو مدريد. ويمكن فرق السما من الارض لما بيلعب ابراهيم دياز على مركز الجناح غير خالص لما بيلعب في مركز وسط الملعب. ابراهيم دياز في مركز الجناح لما بيلعب مكان رودريجو بنشوف ان هو ما بيشكلش خطوره على مرمى الخصوم، بيبقى لاعب عادي بدون اي حلول بدون اي شراسه هجوميه. ولكن بقى مكانه النهارده اللي لاقي فيه في وسط الملعب لما بيجي كده وشه للجون كاشف الملعب كله، بنشوف بقى منه خطوره وبنشوف منه اسيستات واهداف. الاهداف اللي تجسدت النهارده في الهدف الجميل اللي جابه في الدقيقه 55 لما استلم الكره من ناحيه الشمال، دخل كده رقص واحد واثنين في منطقه الجزاء ونكشها كده في البعيده، كره جميله جدا مفيش بقى ولا اوبلاك ولا غيره يقدروا يتصدوا لها، وكان السبب في خروج ريال مدريد متفوق النهارده في اللقاء. ودي رساله لانشيلوتي بيقول له يا عم انشيلوتي ديك عرفت بقى انا بتألق فين، تلعبني بعد كده هتلاعبني في وسط الملعب، هتلاقي مني بقى اهداف وهتلاقي مني اسيستات وهتلاقي لاعب كبير اتولد النهارده في مباراه اتلتيكو مدريد. وشفنا مش بس الهدف اللي جابه ولكن على مدار اللقاء كله ادى اداء كبير جدا، وشفنا انتاجيه كبيره جدا من ابراهيم دياز النهارده. مش بس ابراهيم دياز اللي تألق النهارده، كمان فالفيردي اللي شغل مركز الظهير الايمن النهارده ادى اداء كبير جدا سواء على مستوى الهجومي او على مستوى الدفاعي. والحقيقه فالفيردي من لعيبه الجوكر، يعني تلعبه باك يمين شغال، تلعبه في وسط الملعب شغال، احتاجته كمساك ما بيقولش لا، احتاجته حتى كجناح من الاجنحه ما بيقولش لا. لاعب كبير جدا ومهم جدا ان فرقه بحجم ريال مدريد يبقى عندها لعيبه جوكر زي فالفيردي اللي بدات بقى جماهير ريال مدريد تلاقي فيه ضلتها بعد اعتزال توني كروس وبعد ما مودريتش خلاص بقى يمكن بيفنش خلاص ومع تقدم العمر بدات بقى تحط املها على فالفيردي ان هو الجوكر الجديد بتاعها، ان هو اللي هيتقلد مناصب وسط الملعب وياخد بقى مسؤولية الابداع في وسط الملعب.
كمان تشاوميني وكامافينجا وجودهم في خط الوسط مع بعض قدر ان هو يفسد كل هجمات اتلتيكو مدريد من مهدها ومن بدايتها كده، وقدروا ان هم يبطلوا اي خطوره ممكنه لجريزمان. جريزمان اللي هو العقل المفكر في نادي اتلتيكو مدريد. وشفنا النهارده جريزمان تقريبا ما كانش ليه وجود في اللقاء، ويمكن دي حاجه اضعفت جدا من مستوى اتلتيكو مدريد النهارده. في النهاية فوز مهم جدا قدر يخرج بيه الداهية أنشيلوتي لريال مدريد النهاردة في اللقاء على ملعبهم سانتياغو برنابيو، لأنه طبعا عامل حساب ليه الأسبوع الجاي وماتش العودة اللي هيبقى على ملعب واندا متروبوليتانو معقل أتلتيكو مدريد، اللي مش بس بيبقى صعب على ريال مدريد اللعب هناك، ولكن أي نادي في أوروبا بيعمل حساب ملعب أتلتيكو مدريد، لأن الفرقة بتبقى صعبة جدا على ملعبها. فإن شاء الله هننتظر متعة جديدة الأسبوع الجاي بين ريال مدريد واتلتيكو مدريد. كمان الماتش التاني طبعا بين ليفربول وباريس سان جيرمان، وان شاء الله نغطي الاسبوع الجاي ان شاء الله الماتشات دي مع بعض. كده حلقتنا انتهت. اتمنى ان شاء الله تكون حلقه خفيفه كده عليكم ويكون الحلقه عجبتكم، وان شاء الله لو ده حصل تدعمونا كده بالاشتراك في القناه واللايك والشير للفيديو عشان يوصل لاكبر قدر من المتابعين. اراكم على الف خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.